عليكم ورحمة الله وبركاته. هتشوفينا بحذاء باب العمارة. أخيرا اليوم الموعود، أخيرا اليوم راح نفصح على السر اللي كنت مخبيته لكل قلتولي راح تولدي يا أسماء، راح تولدي يا أسماء. أخيرا راح نولد. استنوا معنا في الطريق، نشوفوا وين راح نوصلوا، وين راح نروحوا، وش راح يجرى في يومنا ان شاء الله. هذا احمد البقاص. احمد شو احسن من ولدك؟ مطار القاهرة عفرته. احمد بوظ المفاجأة، بس احنا مسحها في المونتاج هذي. المهم ان شاء الله هاك معانا ونشوفوا وين رايحين وش راح نديروا. على خير ان شاء الله يا رب معانا. يا ترى احنا فين؟ ده يا جماعة بيبقى قطر موجود صغير كده، ترام موجود، عربيتين بيودي ما بين الصالات. دي صالة هنا السفر وصول رقم 1، هنا ده بقى صالة 3. بس اللي مريم صعب مش يعني والله على ما توصل فعلا ان شاء الله الكلمة اللي وصلها. بس دي مش قالت له ايه ولا لحظات الانتظار. ماما الطيارة جت. ربنا يعديه على خير. خد معاه مدي كلام وما تقبلش على حاجه. خد الكلام مدي الكلام وشوف الدنيا تبقى ماشيه عليه. ولو حاجه ما جاتش على وقت طب انا هفكر في الكلام وارجع له. قول لي من الاخبار. الحمد لله الطياره هبطت بالسلامه الحمد لله. من اسم وسط الحمد لله رب العالمين من مصر. الطياره البنات هبطت الحمد لله يا رب، وفي انتظار نشوف شكون جايني من الجزائر طبعا. الزوجة الثانية. جبت له مرة أخرى يزوجني. الأصعب حاجة هي الانتظار. حس في قلبي أقسم بالله كنت قبيلة عادي، درك نحس في قلبي بس يخبط. يبقى الطيارة اللي نزلت قلت لك عليها. ما هي كده صوت طيارة طالعة، صوت طيارة. لا نازلة. المهم انها كانت كاتبه معايا، كانت لما اتلندد انها خلاص انها تنور وتطفي. المهم نشوف ونستنوهم بعد نرجع. احمد ما هو شعورك؟ اتسلقت. طلعت حاسه قلبي راح يحبسك. صورني شويه. مشاعر كان عليك خلاص كنت ماسكه. ركب. سبتها ماما. نقفل البنات ما قدرتش. تاكسي يا استاذ. خش على الهندسه. كده بقى.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. هي بص الفكرة، انت عايز بص تشتري دي، بص الفكرة تبقى صعبة شوية انك تلفها من خلال الصاروخ. ايوه تلاقي في كذا حاجة انت نازلة فين. بص انت لما تنزلي يا اما البنك يا اما اي بنك من البنوك او محلات الصرافة، هتسألي على دي حسب المنطقة اللي انت. امشي روحي. اخيرا ماما وصلت على خير يا رب. ندير في فيديو. تعالوا بقى نتكلم الولاد ورا. كنت قافلة. مع هدية كبيرة لينا من ربنا سبحانه عز وجل ان هم نورت مكانك. اخيرا الحمد لله يا رب بعد 6 سنين. البنات اللي قالوا لي تحت تفوت ما تشرع بيه. البنات اللي قالوا لي حمل ومش حمل وولاده وراح تولدي، هذا هو حملي وهذه ولادتي وهذه عزوتي. ماما فرحة عمري، مهما راح نفرح الخلفة مانيش راح نفرح قد ما نفرح ماما جتني بعد 6 سنين البنات. ان شاء الله امين يا رب العالمين. ان شاء الله نستنوا الطاكسي بركة تجي ونروح ونصور لكم في الدار باذن الله. ماما مسكينة تعبانة. سيبي تعملي ايه؟ ما تشيليش حاجة. لا سيبي حبيبتي. سيبي حبيبتي. اخيرا ماما عندي في الدار. ادخلي اتكي. شوفي دار بنتك. تاخد نفسها بس الاول كده يا ستي من السكه انت. قلت لها ادخلي اتكي. خشي جوه السكه كده اقعدي فردي جسمك ما ده اللي قلته. ماشي بالصحة بشوية. ماما تعبانة، خلي ترتاح شوية البنات وبعدين نصور لكم ان شاء الله. حتى دقيقة نرجع لكم ان شاء الله بنات. البنات قاعدة ندير في البانيه نقلي فيه، ودرت مكرونة بشاميل. حابين الطريقة قولوا لي دوك نديرها لكم في فيديو. انت على سعاد على فكرة. وهذه ماما على فكرة مازالت ما شافتش داري، ما عادش صالة والشمبرة اللي كانت قاعدة فيها. لا نصور في فيديو. هادم هم البنات. نكمل نقلي البانيه ولا نديروا لماما دورة على الدار. اي ماما ردة فعلها. شوفي بركة دورة من بنتك ورسمة غدوة. شوف البنات، شفت الدلع قالت لي ما نروحش. والله ماني قادرة. مش عجبتك الصالة؟ لا عجبتك الصالة؟ مش يخص. ديري ردة فعل. لا قاعدة تهبها. ماما شفت الصالة ولا؟ الشمبرة شفتها. كنتي قاعدة فيها الشمبرة، كانت قاعدة فيها. استني نشوف الشمبرة. بسم الله ما شاء الله. هذه شمبرة بنتك. وهذا البلكون ماما يحل منه ومن هي. هاكي لبس خمارك اخرج. لا وش رايك في البلكون؟ ها؟ عادي راح يزيد. هو شوية غبار. ايه ما جهرتوش سيقت الداخل وما جهرتوش حتى شي برا. هذه هي دار بنيتك. ربي يبارك ربي يستر. ودوش في الطواليت شفتيه. بركة هذه هي. ادخلي ماما اتكي. البنات نكمل الغداء ونرجع ليك. البنات مكرونة وبانيه. هذا احمد. تاكل برضه. هذه ماما.
ام ناضة نتغدوا البنات ونعاود نصور لكم. صباح الخير البنات، صباح الورد الياسمين. البارح ما قدرتش نصور ليكم، كملنا تعشينا ورقدنا كامل على 8:30. صلينا العشاء 8:30، تقولي واحد 9:30 رقدنا كامل. ماما كل بحكم اني في الليل ما رقدتش. وثاني يوم الصباح هذا فطرنا اليوم، حبيت نذوقها الفطار المصري وتشوف رد فعلها. ماما قولي صباح خير. صباح النور، صباح الخير، السلام عليكم الكل. درت لها بطاطا مقليه. شوفوا البنات الفطار هذا دركا راهي عندنا ل 11 غير ربع، راهو غداء. الفطار هذا لو مش كل يوم عندنا خير تعرفوني انا مش كل يوم عندنا، بس حبيت نذوقها الفطار المصري الاصيل. بطاطا مقليه، مخلل، طماطم وخيار، فول جبت من عند المحل، طعميه، جبت عجينه وقليتها، جبنه هذه وش اسمها؟ براميلي بالفلفل. جبنه براميلي بالفلفل، جبنه ناتنا في الوسط. عندي الفطور مش باين خالص. ما بليش يتولع الكشاف. ما يتولعش كده. بس انا والله الكشاف انا من عندي الصوره مش باينه. شعل الضوء. جبنا ناتنا في وسط الزير. جبنا مش غول. جبنا رومي، باذنجان مقلي، باذنجان مخلل، وهذه بطاطس بانيه بيري بنات مقليه. في ناس اصولت منها. وهذه وش اسمها؟ جبنه رودس، حاجه اسمها الجبنه الرومي. المهم جبنه خلل وخير وطماطم. نرجع لكم البنات. البنات انا مش راح نخرج لكم على خاطر مانيش لابسه خمار، مش نقدر نلبس بصراحه. نديروا رد فعل ماما على الفطار المصري. ذوق برك. هيا اقعد. دي البطاطا بتحبي نشف ولا طري؟ عادي عندها ضروس هي لبس عليها. مد يدك يا زحي. بص عاد دي كده البطاطس المصري تمام. هز لها تشعيش، دير لها فيه شويه فوق كل حاجه بنفسك انت عشان تعرفي تعمل كل حاجه ازاي بقى. ايه هذا زي الخبز تاعنا نحن نقولوا ليه خبز مدور كده هكا. بس زي البلدي؟ لا هو مختلف عشان بيبقى فيه الرد عيب زي انت في البلد. بس الشعيب دي كان اسمه ماما مش نفسه نحن خبز كما هكا او مش الشعير. بنتي ما عندناش نحن في الجزائر. اي بس ما عندناش نحن في الجزائر. دوقي كده هيك هيا برك. بصي شوفي دي حاجه كده، حاجه شوفي انت طعم الحاجه يعني. بصي يعني مثلا ديت في ده طبعا الجبنه البراميلي دي بالفلفل حزات شويه. هذا اللي استنوا البنات ندير لها اللقمه. احمد حيش ندير لها اللقمه ونعاود نرجع. انا مش عارفه ادير عليها. بس احنا مش طريقتنا. هاي هستني السحبه ما نصوروا بعد. شوفوا البنات درت لها اللقمه مش متكامله، فيها فول وخيار مخلل، بطاطا وطماطم وجبنه، وهذيك الطعميه تهزها وتعظمها. ماما كي ذوقي لي ذيا وبعد ذوقي الطعميه. تفهم طعمها ازاي بعد ذوق كي نكوبي ذوق الحاجه وحدها. حابه تذوق ماشي شوفي لي يا عادي عليك هي ما عند كيما صبعك. اعطينا رايك. سندويتش. سندويتش ان كذا حاجه طعمها كده داخل في بعضها، مش هتعرف تدوق الحاجه براحتها. فيه مخلل، خير مخلل وطماطم وطعم الفول. ده الفول عادي موجود. والطعميه حسيتها طعميه؟ لا قلت ذوقها وحده طعميه. هاكي عضي واحده طعميه. فين طعم الجبن مستويين كلها. ما درتش الجبن هذا. درت جبنه ذاك. درت جبنه ذا. طعم الجبن. لا قولي لي رايك في الماكله المصريه. قوي. حطي اللقمه، حطي ياكي ذوقي. ماما ما عندهاش رد فعل بنات. ماما ما عندهاش رد فعل. راح تجلط بنتي كي حاطه سندوتش واخده بالك، حاطه فيك 100 سم وصنف بعضها، تفهم طعمه ازاي. كل حاجه تدوق كل حاجه لوحدها براحتها، تستمتع بفطارها وبعدين ما نصور زي ما احنا عايزين بقى. مش زي اللي درتها لكم في الدار شفتها. لا الخضره بتاعتها ازيد من مظبوطه شويه. فيها الشبت طعمتها مبهره شيء. الخضره فيها تبقى ازيد من اللي اتعملت هناك في البيت. خاطر كاين الشبت وكاين وغير هكا وكا تجي خفيفه على بعضها. اكتر منهم بقى بتنجان. بص ده بتنجان اللي هو من خل ليمون.
كيلوتي جبنه رومي امبارح بس ما اعرفش، ما اعتقدش انها عجبتك. وش هي ماما؟ مش قلتي؟ وش تهدر؟ باينة تقول عليها زي فيها خميرة ولا حاجة. لا بتاخد سنه، بيبقى فيها سنه بيكربونات، مش عشان بيكربونات مش معاه خميرة. وطلع معاه. ها. بص لانه كذا نوع بتنجان، ده بتنجان مخلي تمام، ده البتنجان المقلي، ودي بطاطس اسمها بانيه. مقلي عادي. ده المقلي عادي وده الموجود. لا ذي بانيه من بطاطا مرحية دي بطاطس اسمها وداروها بانيه صافي بيري وقلة. وبيعملوها وينزلها، ياخد طبقه في فرينة، دير لها فرينة هي باينة فيها فرينة. هي باش دير وقت الطبقة البرانية هاي عادي هذيك بطاطا نورمال. بس حتى بطاطا كعب. منها بطاطا مغلية ومقلية منها. هاي داير لها البطاطا بالفرينة وداير كعبة تاع بطاطا. المهم انت تشرحي لينا وش فيها ماما، حس طبخ. ذوقي الفول وحده، هاكي ذقتي الطعمية وحدها. الفول باهي الفول انا نحبه. هاكي هذا ومحوق فيه كلش بنات، فيها الفول هذا محوق، فيه طحينة، فيه زيت الحار، فيه كلش. وش رايك فيه؟ طعمة الفول وكمون. وفيها حاجه اسمها زيت حار، فيها زيت حار وفيها الطحينة. طعم الحار مش حار، زيت حار ذروي. حار اللي هي شطه. في حاجه عندنا اسمها زيت حار تخدم من بذر الكتان. بذر الكتان هذا عبال كمان باهي للكونسير والكوليسترول والحاجات دي كلها. باهي للكونسير الحوايج هذي. الكوليسترول. ودي جبنا حاجه اسمها الشيدر، انت ما اديتهاش انت امبارح. دي جبنا حاجه اسمها جبنه الرومي برضه، بس طعمها اخف شويه. دي مصنعه ماما، طعم مصنع. خذ منها خذ بعد. طعم مصنع، طعم مصنع. مصانع. هي علبه. يا حبيبتي انت عايزه الأحاج بنتك كل يهبل. كذا في انواع ثانيه. مشكله والله بنات تخزر رد فعلها في وجهها، تحسها عرفت تسمعي هضرتها تقول لك باهي نحد ما عندهاش ردة فعل. ليش تصوير بقى؟ انت بقى عايزه تاكل براحتها. قربت الا من هذا. عفيته البارح هذا الجوافه. طعمة الحد حاج مين؟ الزعدة عندنا نحن. طعمة الجعد. ذوقوا الزعدة هذه الجوافة. وريحتها البنات عامله زي المنيتنا ريحة الزعدة اصل كما عامله ريحتها، انا تفكرني في المنيتنا اللي نديروها للذري صغار. الزعدة ريحة الزعدة كما لا احمد ياكل تحيري في المصارى باش ياكلوا. هي مش معسله دلوقتي بس طعمها يعني مش احلى حاجه، بس ماما اصلا الريحه والطعمه تاعها هذيك المميزه اللي في الاخر عافتها. المهم البنات نخلي ماما تفطر على راحتها، نفطر معاها، وان شاء الله هذا هو الفيديو راح يهبط لكم، ونصور لكم غدوه الحقائب بطبيعه الحال. وش جبت لينا ماما؟ انا حليت الحقيبه هذيك، حليتها جبت لها قشها برك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.